ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن تأسيس الدولة العثمانية وأصل العثمانيين والعقبات اللي واجهتهم أثناء بناء الدولة، وكنا وقفنا عند موت السلطان بايزيد وتفكك الدولة ودخولها في فترة مش مستقرة. فالنهاردة هنكمل الحكاية. جه من بعد بايزيد ابنه محمد، وبعد كده حفيده مراد، وأخيرا وصلنا لابن مراد وهو محمد الثاني الملقب بمحمد الفاتح. بعد وفاة مراد الثاني تولى العرش ابنه محمد، وفي بدايات حكمه قابلته الكثير من المشاكل زي تمرد إمارة قرمان ضده أو مطالبة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر بمضاعفة الجزية اللي والد محمد كان بيدفعها للبيزنطيين. الموضوع ده ضايق محمد الفاتح وخلاه يستعد للقضاء على البيزنطيين وفتح عاصمتهم القسطنطينية. أول خطوة اتخذها السلطان للتجهيز للحملة على القسطنطينية كانت بناء حصن رملي عند أضيق نقطة من مضيق البسفور على بعد 7 كيلو من أبواب القسطنطينية. ولما ده حصل بعت الإمبراطور قسطنطين رسل للسلطان محمد عشان يعترضوا على الموضوع، لكنهم ما لقوش رد مقنع من محمد، واستمر في بناء الحصن لأهميته الاستراتيجية. وتاني خطوة اتخذها كانت حشد جيش ضخم مزود بالمدافع، ده غير الأسطول البحري لقتال البيزنطيين. الجيش اللي محمد جمعه كان يتراوح عدده ما بين 50,000 و80,000 مقاتل، وكان مزود بأحدث الأسلحة وآلات الحصار. بدأ الحصار الفعلي للمدينة يوم الخميس 26 إبريل سنة 1453، وقبل بدء الهجوم السلطان صلى بالجيش ركعتين، وبعد كده بدأ في توزيع كتائب الجيش على مناطق الحصار. القسم الأكبر من الجيش كان متمركز جنوب مضيق القرن، وبقية أقسام الجيش محاصرة المدينة من جميع الجهات، ده غير السفن اللي حصرت المدينة من جهة البحر. استمر الحصار لمدة 53 يوم لغاية لما استطاع العثمانيين دخول المدينة، ودارت معارك عنيفة في شوارعها راح ضحيتها السلطان قسطنطين نفسه وكتير من جنوده. طبعا كان في أسباب تانية لإصرار السلطان على فتح القسطنطينية، زي إن الإمبراطورية البيزنطية كانت هي العائق قدام فتوحات العثمانيين في أوروبا. الرغبة في فتح القسطنطينية أصلا موجودة عند القادة المسلمين من أيام معاوية بن أبي سفيان، لكن موقع وحصون المدينة ساعدوها على مقاومة الحصارات اللي كانت بتتعرض لها على مدار ما يقرب من 2000 سنة. بعد فتح القسطنطينية نقلت العاصمة ليها وتغير اسمها وبقى إسلامبول، يعني مدينة الإسلام، بعد القضاء على الإمبراطورية البيزنطية واللي استمرت ل11 قرن كاملين. تابع محمد فتوحاته في أوروبا، فسيطر على معظم صربيا وفتح المورا في جنوب اليونان وإقليم الأفلاق بتاع صاحبنا فلاد وبلاد البوشناق وألبانيا، وقضى على إمبراطورية طرابزون وإمارة قرمان في الأناضول. وبحلول سنة 1480 ميلادية كانت فتوحات السلطان وصلت لجنوب إيطاليا، وفتح هناك مدينة تارنتو وسيطر على ميناء صلحة، لكن وفاته في سنة 1481 منعته من استكمال الفتوحات في أوروبا. خلال فترة حكم محمد واللي استمرت 30 سنة مساحة الدولة وصلت لأكثر من 2 مليون و200 ألف كيلو متر مربع، وبقت أكبر من كل دول أوروبا من حيث المساحة أو عدد السكان. وزي ما كان للسلطان محمد إنجازات كبيرة في الجانب العسكري، كانت ليه إنجازات كتير في الجانب الإداري. فأطلق على الحكومة اسم الديوان وقسمها ل4 أقسام، وهم الصدر الأعظم وقاضي العسكر والدفتردار اللي هي وزارة المالية والنشانجي ودي زي وزارة العدل. ووضع دستور للبلاد تم تسميته بدستور الفاتح واللي فضل معترف به لغاية سنة 1839. وقدر كمان إنه ينظم الجيش، فوضع قائد خاص لجيش الإنكشارية وعين قائد لسلاح المدفعية وقائد مسؤول عن تموين الجيش. وقدر كمان إنه يضاعف عدد أفراد الجيش وعدد سفن الأسطول، فوصلت في عهده لأكثر من 500 سفينة، وده ضعفين أسطول البندقية أكبر أسطول في أوروبا. ده غير كمان إنه اهتم بالتعليم، فأنشأ كتير من المكتبات والمدارس ووضع مناهج محددة تدرس لكل مرحلة تعليمية، ده غير إنه فرض أداء الامتحانات، واهتم برضه ببناء المساجد والأسواق والحدائق والمدن. وتقدر تقول إن الدولة في عهده
كانت أقرب للمثالية. بعد وفاته دارت خلافات بين أبنائه جم وبايزيد على الحكم، لكن بايزيد تولى العرش في النهاية. السلطان بايزيد كان مسالم جدا وما بيدخلش حروب إلا وهو مضطر، فدخل في حروب مع البندقية بسبب هجماتهم على بلاد المورة، وحارب المماليك بسبب محاولتهم للسيطرة على مدن تابعة للعثمانيين. لكنه بدل من الحرب فضل إنه يجالس العلماء والأدباء، واهتم بالحياة الأدبية والعلمية بشكل عام. وفي عهده سقطت مدينة غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، وبعد سقوطها بعت سفن لإحضار مسلمين الأندلس للإقامة داخل الدولة العثمانية. في أواخر عهد بايزيد تنازع أولاده على مين أحق بالحكم، لكن بايزيد اختار ابنه أحمد إن هو يكون خليفته، فاعترض ابنه التاني سليم على القرار ده، وصار على أبوه واستولى على مدينة أدرنة، فاضطر أبوه لمواجهته وهزمه وقرر نفيه. لكن بسبب الضغوطات على السلطان بايزيد من جنود الإنكشارية اضطر إنه يتنازل عن العرش لابنه سليم، ومات سنة 1512 ميلادية. سليم أول ما تولى العرش كان محتاج إنه يثبت نفسه في الحكم ويحمي نفسه من أي انقلابات، وعشان كده أبرم هدى طويلة الأمد مع دول أوروبا، وحول انتباهه ناحية الجبهة الشرقية لمواجهة الصفويين والمماليك. وكان هدف سليم إنه يقضي على زحف الشيعة في المشرق، وبعد كده يتفرغ لمواجهة أوروبا. من الأسباب اللي خلت سليم مصر على مواجهة الصفويين والقضاء عليهم هو اتحادهم مع إمبراطورية البرتغال والسماح ليهم ببناء مستعمرات في آسيا وتهديد العثمانيين. الصفويين كانوا مسلمين شيعة أسسوا دولتهم في سنة 1501 على أنقاض الدولة التيمورية، ووجهوا حملاتهم ناحية الشرق وناحية آسيا الصغرى. أما بالنسبة لدولة المماليك فهي دولة إسلامية، وقامت بعد سقوط الدولة الأيوبية سنة 1250 ميلادية، وسيطروا على مصر والشام والحجاز. نرجع تاني لسليم. سليم كان مضطهد الشيعة اضطهاد كبير، وراح ضحيته ما يقرب من 40 ألف من الشيعة المقيمين في آسيا الصغرى، واللي كانوا دايما هم محرك الثورات داخل الدولة العثمانية. بعد كده توجه سليم لمواجهة الصفويين في دولتهم، وفي سنة 1514 دارت معركة جلديران بين القوات العثمانية بقيادة سليم وبين القوات الصفوية بقيادة حاكمهم الشاه إسماعيل. كفة المعركة من البداية كانت راجحة للعثمانيين، فهم كانوا أكتر منهم عدد وأفضل منهم تسليح. وانتصر العثمانيين في المعركة وسيطروا على عاصمة الدولة تبريز، والشاه إسماعيل أصيب إصابات بالغة وهرب، وزوجته وقعت في أسر القوات العثمانية. وبعد القضاء على الصفويين توجه سليم لمواجهة المماليك، وتقابل الجيشين قرب حلب في سوريا في سنة 1516، ودارت بينهم معركة مرج دابق. التقى الجيش المملوكي بقيادة قنصوة الغوري بالجيش العثماني بقيادة سليم، وبرضه انتصر العثمانيين، وده بسبب الخلافات اللي كانت في صفوف المماليك، إلى جانب تفوق الجيش العثماني على نظيره المملوكي من ناحية العدد والعتاد. السلاح الحاسم في المعركة دي كان سلاح المدفعية اللي بيمتلكه العثمانيين، واللي المماليك مهتموش بإدخاله في صفوف جيشهم. قتل في المعركة سلطان المماليك قنصوة الغوري، والعثمانيين أكملوا طريقهم ناحية مصر وتقابلوا مع الجيش المملوكي للمرة الثانية في موقعة الريدانية بالقرب من القاهرة. بالرغم من جمع طومان باي قائد المماليك لحوالي 90 ألف مقاتل، إلا إن برضو الجيش العثماني انتصر، وده بسبب تفوقه في العدد والتسليح، وكمان بسبب خيانة والي حلب خير بيك لطومان باي وكشف خطته للعثمانيين. وانتهت المعركة بانتصار العثمانيين وإعدام طومان باي ودخول العثمانيين للقاهرة. وبعد المعركة دي سلم شريف مكة مفاتيح الحرمين للسلطان سليم، وكمان تنازل الخليفة العباسي محمد الثالث المتوكل على الله عن الخلافة للسلطان العثماني. بعد انتهاء حملات سليم في الشرق وسيطرته على الحجاز والشام ومصر، الدولة العثمانية أصبحت قوة لا يستهان بها ومنافس كبير للإمبراطورية البرتغالية على زعامة المنطقة. توفى السلطان سليم في سنة 1520، وجي من بعده ابنه سليمان والمعروف باسم سليمان القانوني. سليمان بعد حملات أبوه في الشرق
وجه اهتمامه ناحية الغرب، ففتح مدينة بلجراد في سنة 1521، وقاتل جماعة فرسان القديس يوحنا في معقلهم في جزيرة رودس وضمها لحكمه في سنة 1523. وكمان سيطر على مناطق من مملكة المجر مستغل الاضطرابات الداخلية للمملكة. في سنة 1526 اشتبك الجيش العثماني مع جيش المجر في وادي مهاج في معركة استمرت لساعتين تقريبا، وانتصر فيها العثمانيين انتصار ساحق، واتقسمت الدولة لثلاث أجزاء: جزء سيطر عليه العثمانيين، وجزء سيطرت عليه مملكة ترنسلفانيا، والجزء الأخير الصغير المتبقي استمر تحت سيطرة المجر. ودخل السلطان عاصمة المجر بودابست وأقام فيها 13 يوم، وبعد كده عين جان زابولي أمير ترنسلفانيا ملك على المجر، ورجع السلطان للعاصمة إسلامبول. استكمل سليمان فتوحاته في أوروبا فتوجه للنمسا وحاصر عاصمتها فيينا، إلا إنه بعد مدة من الحصار نفذت المؤن والذخيرة من الجيش، فرجع السلطان للعاصمة وحاول محاصرة فيينا تاني في سنة 1532، ولكن برضه ما حلفهوش الحظ، فأبرم مع ملك النمسا فرديناند الأول معاهدة السلام، واتجه لمواجهة الاضطرابات في الشرق. بعد هزيمة الشاه إسماعيل على إيد سليم الأول، الاستقرار خيم على المنطقة لغاية لما نشبت خلافات تاني بين طهماسب ابن إسماعيل شاه بلاد فارس والسلطان سليمان، وبسبب الخلافات دي هجم سليمان على الفرس واحتل عاصمتهم تبريز للمرة الثانية. أثناء فترة حكم سليمان حقق العثمانيين انتصارات بحرية عديدة، وده بفضل قائد البحرية العثمانية خير الدين بربروس اللي عينه السلطان قائد للبحرية في سنة 1533. فنهض بالأسطول العثماني نهضة جبارة مكنته من السيطرة على تونس وانتزاعها من إيد الأسبان وضمها للدولة. وكمان قدر إنه يهزم أندريا دوريا قائد أساطيل مملكة أسبانيا والبندقية على مقربة من مدينة بروزة، وألحق بيه خسائر فادحة. ده غير كمان فتح طرابلس وتحريرها من الأسبان وفرسان القديس يوحنا على إيد القبطان العثماني درجس بيه. في سنة 1566 توفى السلطان سليمان القانوني، وكانت الدولة في عهده وصلت لأعلى درجات الكمال، ووصلت مساحتها ل 15 مليون كيلو متر مربع، بعد لما استلمها من أبوه مساحتها 6.5 مليون كيلو متر مربع. والدولة ضمت في عهده المجر ورومانيا ويوغوسلافيا وبلجراد وكرواتيا وسلوفينيا، ده غير مناطق تانية في أفريقيا وآسيا. ووصل تعداد السكان في عهده ل 15 مليون نسمة. قبل موت سليمان حاول إنه يسيطر على إيطاليا بمساعدة الفرنسيين، وفعلا توجه مع 100,000 مقاتل لقتال الإيطاليين، وتوجه خير الدين بربروس من جهة الجنوب تجاه ميناء أوترانا الإيطالية، إلا إن انسحاب الملك الفرنسي من الحملة خلت سليمان يتغاضى عن الفكرة، واللي لو كانت اتنفذت لأصبحت إيطاليا ولاية عثمانية. يعتبر عصر سليمان القانوني هو نهاية العصر الذهبي للدولة، فبعد موته تولى الحكم سليم الثاني ابن سليمان، واللي ما كانش بالكفاءة المطلوبة لحكم دولة بحجم الدولة العثمانية. وبس كده، هنا نكون خلصنا الجزء الثاني من حكاية الدولة العثمانية، واستنوا بقى بقية الأجزاء. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.